أهلا بيكم في حلقة جديدة من حكاية في الرغيف مع سارة نبيل. يا ترى رغيفنا النهاردة جواه إيه؟ جواه شخصية ضاع على إيديها نظر أديبنا العظيم طه حسين. تابع معانا وانت هتعرف إزاي ده حصل. شخصيتنا النهاردة هو حلاق الصحة، كان بيشخص الأمراض ويوصف العلاج، وكان جراح بيطهر الأطفال بنات وولاد، وكمان كان شغال دكتور أسنان بيخلع الضروس والأسنان بحبل وكماشة. كمل الحلقة للآخر وانت تعرف ازاي. وكان بيدي حقن، بص اي حاجة طبية كان راشق فيها. تقدر تقول عليه كده مستشفى كاملة متكاملة متنقلة، بيوفر لك خدمة 5 نجوم. ولما كان حد يموت كان اهل الميت يبعتوا للحلاق، وهو اللي يقرر اذا كان حي ولا ميت. وكل ده ما تنساش وظيفته الاصلية انه حلاق، بتوطي له كل الرؤوس من الوزير للغفير. وعشان كل ده كانت ليه مكانة اجتماعية كبيرة وسط الناس، وعشان كده كان بيورث مهنته دي لولاده. بالنسبة بقى للعائد المادي اللي كان بيعود عليه، كانت أجرته شوية قمح أو شعير أو ذرة كان بياخدهم في موسم الحصاد، أو ساعات بياخد أجرته دكر بط محترم. حلاق الصحة يا إما ليه دكان قاعد فيه بيستقبل الزباين، يا إما ملوش دكان، وده كان حال معظم الحلاقين زمان. فتلاقيه واخد له كده نص شارع قاعد فيه، وفارش منديل ابيض كبير حاطط عليه عدته اللي هي ايه بقى، موس ومشرط ومقص وقطن وآلة حلاقه يدويه. ولما كان يزهق من القعده كان يلم حاجته دي في شنطه جلد منفوخه، كانوا زمان بيسموها الشنطه المنفاخ، ويعلق المرايه على صدره ويلف في الشوارع، او يروح الاماكن اللي بيتجمع فيها الناس زي القهاوي والجوامع. وكان في مجموعة من الحلاقين متخصصين في خلع الضروس، وكانوا بيقعدوا فين بقى؟ في باب الخلق. وكانت أدواتهم إيه؟ حبل وكرسي وكماشة زي ما قلنا. واوعى يضحك عليك خيالك ويقولك إن الكرسي بيقعد عليه المريض، خالص. المريض كان بيقعد على الأرض، والحلاق يربط السنة بالحبل، وبعدين يقف الحلاق على الكرسي ويشد الحبل فتتخلع السنة. شفت الحياة سهلة إزاي؟ ولا بنج بقى ولا وجع دماغ. بس في هنا سؤال بيطرح نفسه، الحلاق ده اللي كان في مقام الدكتور ما كانش حد بيموت تحت ايده من الطهارة مثلا او الوصفات الغلط؟ اكيد كان بيموت ناس كتير، بس للأسف كان ايمان الناس بحلاقين الصحة كبير جدا، وخصوصا في الارياف. ولما بدأ إنشاء مدرسة القصر العيني للطب وبدأ انتشار الدكاترة، بدأ الحلاقين ومعاهم الناس يحاربوا الدكاترة، وأخذ الناس وقت طويل لحد ما تخلصوا من ظاهرة حلاقي الصحة ويتجهوا للدكاترة. والسينما المصرية حاربت ظاهرة حلاقين الصحة، وخصوصا في فيلم قنديل أم هاشم. ومن ضحايا الحلاقين طه حسين. ازاي ده حصل؟ وهو طفل عنده بتاع 3 سنين كان بيشتكي من وجع في عينيه واحمرار، كان عنده ساعتها رمد، فأبوه أخده الحلاق الصحة وعمل له وصفة، وأول ما أم طه حسين حطتها له في عينيه صرخ وراح نظره للأبد. وعشان كده بيقولوا عن طه حسين أصابه الجهل فأنار الدنيا كلها. ومن الطريف قصة كان بيحكيها الشيخ شعراوي، بيقول ايه بقى؟ اول ما الدكاترة ظهروا وبدأوا ينتشروا، جه في قريته اللي هي دقدوس دكتور اسمه الدكتور فهمي. فكان حلاق القرية مش عاجبه ومتضايق، وكان بيطلع خرافات على الدكتور ويقعد يشنع عليه بمناسبة ومن غير مناسبة. ففي يوم في الفجرية كان الفلاحين رايحين الغيط بتاعهم، فجأة شافوا حلاق الصحة معاه حاجة كده ملفوفة في بطانية وشايلها وماشي بسرعة، فوقفوه وقالوا له رايح على فين؟ فبدأ يتهرب منهم، وسألوه ايه اللي معاك ده؟ فبيشدوا البطانية كده يشوفوا ايه اللي فيها، فجأة لقوه ابن الحلاق موديه الحلاق على الدكتور فهمي. وإلى اللقاء في رغيف آخر.